انا هنا عشان اساعدك تحل مشكلتك في المبيعات في اقل من دقيقه. عشان تعرف تبيع وتقفل ديل مع العميل صح محتاج تعرف كام حاجه، خليني اوضحهم لك. اول حاجه ان الماركتنج مش هو السيلز. تعالى بس ما تستغربش، الماركتينج بداية المشوار والسيلز نهايته. هبسطها لك، عشان الناس تشتري منك لازم تعرفك، تعرف مميزاتك التنافسية وتشاركك نجاحاتك. وهو ده بالتحديد اللي الماركتينج بيعمله عن طريق خطة تسويقية مدروسة وتصميمات ومحتويات وفيديوهات وحاجات تانية كتير. طب خلاص الناس عرفتني، هل أنا كده هبيع؟ لا استنى، كده دور الماركتنج انتهى. تعالى بقى اقول لك دور السيلز. السيلز بياخد عميلك المهتم او اللي عنده احتياج لمنتجك او خدمتك وبيبدا يقفل معاه الديل، يعرض عليه الخدمه بشكل تفصيلي ويقول له سعرها ويقول له مميزاتها واهميتها مقابل السعر اللي هيدفعه. وده جزء ضروري لاتمام عمليه الشراء، ما ينفعش تنساه او تتجاهله. سيبوا لنا رايكم في الكومنتات، المبيعات جت الاول ولا الماركت؟